لو بتحبوا تعملوا البيتزا في البيت ودايما مش بتظبط معاكي، العجينة بتنشف منك، طعمها مش بيبقى افضل حاجة بالنسبة لك، في الفيديو ده هقولك على احلى وصفة لعجينة البيتزا وبحشوة الفراخ الممتازة. ومتأكدة لو عملتيها بنفس الطريقة ومشيتي على نفس الخطوات هتطلع معاكي احلى من بتاعة بره كمان. تعالوا نشوف عملناها ازاي. اول حاجة، لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي اكلة مع انوش وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجة معايا 3 كوبايات دقيق من الكوب المعياري، هنخلهم كويس جدا. هنزل عليهم برشة بسيطة من الملح، معلقتين صغيرين من السكر او معلقة كبيرة، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة صغيرة خميرة. هننزل عليهم كده رشة بسيطة من الزعتر بتدي العجينة طعم حلو قوي، معلقتين كبار من زيت الزيتون. لو مش متوفر زيت زيتون ممكن نستبدلها بأي زيت متاح عندنا، زيت ذرة، زيت عباد الشمس. وهنا هننزل بنص كوباية من اللبن الرايب، ممكن نستبدلها بحليب او زبادي المتوفر عندنا، ولو مش متوفر ممكن نستغنى عنها خالص ونعجن بكوباية مية دافية. هنا نزلت بنص كوباية مية دافية وهنقلب، وهنبتدي ان احنا ننزل بالعجينة على الرخامة ونعجن فيها كويس جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده لمدة من 7 ل10 دقايق لحد ما تتكون معانا عجينة طرية وملمسها طري جدا. لو بتلزق اعجني فيها ما تخافيش لحد ما تلم معاكي. هننزل كده في البولة بشوية زيت وهنغطيها ونسيبها تخمر في مكان دافي لمدة ساعة. وهنا هنجهز بقى تتبيلة للفراخ، معايا نص كيلو كده من صدور الفراخ قطعته مكعبات. هنزل عليه بقى بالتوابل، ملح، فلفل، جنزبيل، بهارات فراخ، بابريكا، نص مكعب مرق من الماجي. وهننزل عليها كده بمعلقة كبيرة من الخل ونص عصير ليمونة. بس كده، ما هحطش مش هحط اي حاجة تانية. هنقلب التتبيلة دي كويس جدا، لو عندك وقت سيبيها ساعة، نص ساعة. انا هنا هسويها على طول. نزلت كده في الطاسة بمعلقة زيت وسبتها تسخن كويس، نزلت بقى بالفراخ كده ومش هنقلبها خالص لحد ما تاخد لون من تحت عشان ما تنزلش ميتها، لحد ما تتشوح كده من الناحيتين. هنزل عليها بقرن فلفل حراق وبصلايه كده صغيره متقطعه شرايح ونقلبها، وهديها معلقه كبيره كده من الصويا صوص ولو مش متوفر عندك مفيش مشكله. وهنقلبها كده من وقت للتاني وهنظبط الملح ونسيبها تستوي على نار هاديه. هنا بقى هجهز الصلصه. انا بحب اعملها على البارد. معايا معلقتين كبار من الصلصه الجاهزه، عليهم قد معلقه كبيره كده من الكاتشب. هننزل عليهم برشه بسيطه من الثوم البودر والبصل البودر وملح وفلفل ومعلقه كبيره من الزيت ورشه بسيطه كده من الزعتر. هنقلب كويس جدا. الصلصه دي بيبقى طعمها حلو قوي، جربوها. عندي هنا العجين بعد ما خمرت كده قسمتها كورتين قد بعض، جبت الصينيه كده دهنتها دهنه بسيطه من الزيت، هننزل فيها بنص العجينه وهنبتدي ان احنا نفردها كده كويس جدا ونخرمها بشوكه، وهنبتدي ننزل عليها بالصلصه. ندهنها كويس جدا بالصلصه قد معلقتين كبار كده، وهنديها رشه بسيطه كده من الجبنه. الجبنه طبعا طلعوها من الفريزر تكون بدرجه حراره الغرفه. هننزل عليها كده بحشوه الفراخ اللي احنا عملناها. هننزل بطماطم وفلفل كده على الوش، انتوا براحتكم، ممكن تعملوها بلحمه، ممكن تعملوها بتونه، بسوسيس، اي حاجه متوفره عندكم اعملوا بيها. وهننزل عليها كده بزيتون مخلي وجبنه بقى على الوش. رشه كويسه كده على الوش. هنعمل التانية بقى بنفس الطريقه. هندخلها على فرن سخن مسبقا على درجة حرارة 180. اول ما تتحمر كده من تحت هنفتح عليها الشواية ثواني بالظبط لحد ما الجبنة تسيح وهنطلعها. وبس كده، هنقطعها سخنة بقى عشان الجبنة تمط معانا. كانت خطيرة، اتمنى تجربوها، متأكدة ان هي هتعجبكم. العجينة طرية وهشة وزي القطنة، والفراخ كان طعمها مميز جدا وتحفة. جربوا الطريقة دي وقولوا لي ايه رأيكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي اكله مع نوش وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. لو عندكم اي استفسار سيبوا في التعليقات وهرد عليكم. اشوفكم في فيديو جديد، مع الف سلامة.